نصايح كان نفسي حد يقولها لي أول ما جيت أتعلم في المجال. مش لازم تعرف كل حاجة، أنت في مرحلة دلوقتي محتاج تتعلم إزاي تتعلم من غير ما تحفظ كود. أهم حاجة تقدر تسرش على الحاجة اللي أنت عايز تقدر توصل لها. تاني حاجة اقرأ كود غيرك. دلوقتي على جيت هاب كل المصادر مفتوحة، تقدر تبص على أكواد ناس تانية كاتبة كود ومنها هتقدر تتعلم طريقة كتابة الكود الصح. رقم 3 اسأل أسئلة من غير خوف. أنت في مرحلة التعلم، ما تتكسفش وتقول ده سؤال بسيط، ده سؤال سهل، ممكن يستهزئوا بيا. لا، انت دلوقتي في مرحله ان انت لازم تسال، لازم تعرف. لان تخيل كده لو انت بقيت دلوقتي ميد ليفل او سينيور وعايز تسال سؤال في الوقت ده، هيبقى الموضوع شبه صعب اكتر، لان ازاي واحد عنده خبره كل ده وجاي يسال اسئله تافهه كده؟ فانت دايما اسال. هتحس دايما انك متاخر، وده مش مشكله ولا عيب. الناس كلها سابقاك خبره وانت لسه بادئ في المجال، فطبيعي يبقى هم عندهم خبره اكتر منك. ما انساش ابدا لما سالت احمد الالفي قبل كده في نقاش، ولقيته ما شاء الله عنده كمية معلومات أنا طبعًا ما أعرفش عنها أي حاجة، فبقيت باقول له: "إزاي أنت عارف كل ده؟ أنا هاعرف ده كله إمتى؟" قام قال لي: "أنا واحد سابقِك ب20 سنة خبرة، بتقارني نفسِك إزاي بيّا؟ فأنت أصلًا في مرحلة ما تقارنش نفسك بغيرك، قارن نفسك بنفسك." السر دايمًا مش في التعلم، السر إن أنت تواظب وتستمر على إن أنت تدرب نفسك كل يوم على كود ولو لمدة نص ساعة في اليوم. لو أنت تنيتك مستمر ده هيفرق في مستواك كتير. وبلاش جو إن أنا النهارده أنا هابدأ جامد جدًا وأقعد منكب على اللابتوب لمدة 8 ساعات وبعد كده أقعد بالأسبوعين والشهرين ما أفتحش اللاب. لأ، لأ، المفروض إن أنت تستمر. الرحلة كبيرة، أنت محتاج تصبر وتستمر وتتعلم خطوة بخطوة. كلنا بدأنا صغيرين، ما حدش بدأ كبير في المجال. واتأكد إن أنت لو اشتغلت خطوة بخطوة كل يوم هتتغير وهتتطور بالاستمرار.